الأستاذ أشرف محمود طبعا الإعلامي الكبير والناقد الرياضي المتميز وممثل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، النهارده الجمعية المغربية للإعلام الرياضي متواجدة النهارده، إيه الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها بدور الجمعية؟ اولا في رساله الاول ليكم انتوا لكره بلدنا اللي عامله حاله مصريه رياضيه جميله جدا. اول مره بتشرف ان انا اطلع على الكاميرا بتاعتكم، فلازم اقول تحيه وتقدير لقناه القاهره، تحيه وتقدير الاستاذ محمد العمري، تحيه وتقدير للبرنامج، كل اسره البرنامج من صاحب الفكره الكابتن عبد الناصر زيدان، اخويا محمد الصغير ومحمد باهي وكل طاقم الاعداد وكل المراسلين. انا بقول لهم كاعلامي زميل كده بحييكم، فكره جميله جدا عملتوا بيها حراك ممتاز، اكدتوا ان بلدنا مليئه بالكفاءات، اكدتوا ان الامكانات مهما تواضعت الفكره هي الاهم، وبالتالي بحييكم وبشد على عضدكم وعايزكم تستمروا، وان شاء الله النجاح من نجاح لنجاح، وهتلاقوا بعد كده كل القنوات الخاصه هتبتدي تقلدكم، فهيبقى ليكم سبق المبادره، فبحييكم تحيه كبيره جدا. بالنسبه للسؤال اللي حضرتك سالته، احنا الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه عاملين توأمه مع جمعيه المحمديه للصحافه والاعلام، بنتبادل الزيارات، بنتبادل الافكار، بنتبادل المشروعات. انت عارف حضرتك في حاجه بيسموها القوى الناعمه اللي احنا في مصر هنا تجاهلناها فتره طويله جدا. القوى الناعمه دي اللي هو الفن والرياضه والثقافه والاعلام، فاحنا اردنا في الفتره اللي فاتت دي، شفنا ان بلدنا ابتدت بعد ما كانت هي رائده في هذه القوى الناعمه وهي اللي عامله تواصل مع كل الناس، ابتدينا نشوف على صعيد الرياضه التعصب الشديد جدا، ابتدينا نشوف العنف، ابتدينا نشوف الشغب، ابتدينا بلدنا اللي كل الناس بتحبها اول ما يجي الموضوع عند الكوره لا بنلاقي كره، بنلاقي عنف، بنلاقي لا. فكرنا وبحثنا في الامر فوجدنا انه للاسف الشديد جزء اساسي ان احنا بعدنا تماما عن الناس، جزء اساسي ان ناس كتيره شايفاك انك بتعملها من فوق، هم حاسين كده، انت بتتكلم عن الرياضه و7000 سنه و20000 سنه والقصه. يا جماعه مع اخواتنا العرب ما ينفعش يبقى في الحكايه دي، لازم نبقى قريبين من بعض. فالحمد لله رب العالمين مدينا خطوط الاتصال مع المغرب، مع تونس، مع ليبيا، مع السودان، مع يعني في المنطقه اللي بنتكلم على شمال افريقيا اللي احنا بنتنافس مع، انما سلطنه عمان، الامارات، سوريا ولبنان، اردن، علاقتنا الحمد لله رب العالمين متميزه، فبنعمل نوع من انواع التعاون وتبادل الخبرات وتبادل الافكار وتبادل الانشطه، ثم الزيارات دي. يعني دلوقتي انت لما تروح تلعب اي ماتش كوره في المغرب، شوف ايه اللي هيحصل معاك كاعلامي. انا ما يهمنيش فرقه الكوره تفوز تخسر، مش مشكلتي، مش قضيتي انا الشخصيه، مش مهمتي ولا مسؤوليتي، مسؤوليه مدرب واتحاد كوره ويلعب كويس وفوز، كل الناس هيسقفوا لك، خسرت تعرف اخطائك وصلحها، دي الرياضه. انما انا بتكلم على انا كمواطن رايح اتفرج على المباراه، انا كاعلامي رايح اشارك في اغطي مباراه هناك، هتلاقي كل المحبه وكل اليسر وكل ليه خلاص ابتديت نشر ثقافه الرياضه الحقيقيه، المبادئ الحقيقيه دي بتخليك تروح وانت مطمئن، والعكس صحيح. ثم زملائك دول بتلاقيهم هم اللي مستنيينك، سواء في جمعيه المحمديه او في الرابطه المغربيه او في جمعيه لان هناك عندهم 3 حاجات والثلاثه علاقتنا بيهم ممتازه. دي رساله اساسيه ان احنا كشعوب عربيه ابقى لبعض من منافسه مباراه 3 نقط او حتى، طب رحت كاس العالم يا فرحتي، خدت كاس العالم، انت واخد بالك؟ يعني انت بتتصارع عشان مين واحد فينا، يا انا يا انت نروح كاس العالم، يا فرحتي، مش مهم انا ولا انت اللي نروح، المهم اللي يروح مني ومنك يعمل حاجه كبيره، مش يروح يتغلب ال3 ماتشات ويرجع ويقول لي انا رحت كاس العالم. فهي دي الثقافه اللي بنغيرها وبنغير المفاهيم دي، ان الانجاز العربي للعرب ككل، وانا بفرح للجزائري والتونسي والمغربي والسوداني وهلم جره، هو بيفرح لي، والحمد لله رب العالمين. لو رجعت بالتاريخ كده هتلاقي كل الانجازات المصريه كانوا بيفرحوا بيها في كل المنطقه العربيه. انطباعات الناس ايه الامن والامان في مصر والكلام ده واللي بيسمعوه ويشوفوا في التلفزيونات؟ بشكرك على السؤال ده، السؤال ده جميل جدا، وبرجع لسؤال اجابتي الاولانيه. القوى الناعمه دور من ادوارها انها تغير الصوره الذهنيه عن البلد عند الناس بره البلد. احنا اعلامنا للاسف الشديد اللي احنا مبتلين بيه، هذا الاعلام انا اسف اقول المغيب في مجمله في معظمه، مش عايز اقول كله، ان كل يوم والتاني قنابل وضرب وبتاع. يا سيدي ما عرفنا قنابل وضرب وبتاع، ايه ده وعرفني ايه اللي بيحصل، مش انت، مش مهمتك انت، مش مرايه عاكسه. ما هو المرايه العاكسه مش في كل الوقت، انت لما بتصحى الصبح من نومك بتروح تقف قدام المرايه بوشك وشعرك وما اعرفش ايه، ولا بتخش الاول تاخد الحمام بتاعك وتدش وتطلع وبتسرح وتعمل وبعد كده تقف كده عايز تتصور وتلبس؟ يبقى لازم نعرف الاعلام، ما حدش يقول لك الاعلام لازم يا سيدي اكشف السلبيات بتاعه الاداء، انما ده احنا ده صراع، ده نكون او لا نكون،
انت بتتكلم على بلد نكون او لا نكون. انت وكانك يعني بتنشر وتشهر الاعمال العدائيه اللي بتقوم بها الجماعه الارهابيه. خلاص عرفنا، يبقى خلاص قول انه حصل كذا وكذا، انما اجيبهم واصورهم واخلي كلامهم واشتمتهم و تحت بند اعلام وحريه اعلام واعلام الراي الاخر. انت مع مين؟ اصل انت مش محايد. هذه القضيه ما فيهاش اعلام محايد، اما ان تكون مع الوطن او ضد الوطن. فانا بنعمل في اتحاد مصر الثقافه الرياضيه مبادره ممتازه جدا. بالمناسبه السؤال اللي حضرتك سالته كلهم سئلوا بيه من بلدهم، قالوا لنا كاصدقاء انتوا رايحين فين؟ رايحين مصر، ده في ضرب وقنابل وارهاب ومش عارف ايه. لان هم يثقوا فينا وجولنا قبل كده مره السنه الماضيه وشافوا البلد، وهم عارفين ان الاعلام مش المصري بقى المره دي، الاعلام المتصهين، مش هقول اكتر من كده، اللي هو بيصدر من مكان رافع راية العداء لمصر علنا. هذا الإعلام قدر يعمل صورة ذهنية في فترة ماضية أن مصر في حالة كر وفر في الشوارع وضرب وقنابل وغير آمنة. فالإخوة دول جم، لك أن تتخيل كل يوم في أي مكان بيزوروه أو في أي تجمع بيصوروا نفسهم طبعا وبيكتبوا على الفيسبوك وبلد الأمن والأمان، بيقولوا لأهلهم إحنا النهاردة عملنا وزورنا، النهاردة راحوا زاروا الأهرامات، امبارح بالليل كانوا يعني لغاية الساعة 1 صباحا في شوارع مدينة نصر، شارع عباس العقاد وهو الزحام، وكانوا منبهرين إزاي العربيات والسيارات مزدحمة. كل هذه، وبعدين عملنا لهم جوله كده حوالين قصر الاتحاديه ومدينه ومنطقه روكسي ومصر الجديده عشان يشوفوا بالليل مصر ازاي ويشوفوا الصبح مصر ازاي، وبيطلعوا لوحدهم بيتحركوا، ما فيش اي مشكله خالص. فهم باعتين صوره ذهنيه جديده لاهلهم اولا ولكل اهلنا واصدقائنا واشقائنا في المغرب ان مصر هي، ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يا جماعه ده ربنا اللي قال، مش احنا اللي قلنا، استغفر الله العظيم. فاذا انت تتكلم هو في، وريني كده امبارح كان في نيجيريا في تفجير راح ضحيته 70 مواطن. انت تتحدث عن الارهاب في كل مكان في العالم، لكن ان اعلامك يعني مش الاعلام المتصهين اللي واخدنا احنا قصد، ده انت كمان بتساعد. يقول لك لا، ما احنا حتى ما سيبنا دي اللي فقدت مصداقيتها، كل ما بنفتح على قنواتكم بنلاقي ايه، معظم القنوات حدث قنبله. السؤال البسيط بقول لهم امبارح بنطرح سؤال، جامعة الأزهر يا جماعة فيها كم طالب تعرفوا؟ فقالوا لي لا. قلت لهم نحو 400,000 طالب. شفتوا كام واحد على الشاشة؟ فقالوا لا بنشوف حوالي 500. قلت لا خليهم 5000. ايه ال 5000 وال 10000 وال 20000 من ال 400,000؟ جامعة القاهرة قرابة 200,000 على أقل تقدير. أنت بتشوف إيه؟ برضو 1000 500 5000. لكن هو للأسف الشديد أنا بقولها ومن خلال منبركم، يعني من أمن العقاب أساء الأدب. وأنا برضو من برنامجكم ومنبركم، رغم أنه هو كورة بلدنا، بس بلدنا طالما فيها بلدنا يبقى لازم كل مسؤول مش قادر على مكانه ويبقى راجل ويبقى على البلد دي قلبه، اللي عايز يتفلسف وينظر ويطلع في الشاشات وفي الاستوديوهات المكيفة يتكلم عن النخبة والتنظير والكلام ده، يسيب مكانه لمن يستطيع أن يحكم باسم الوطن وبالقانون. الطالب اللي جاي يدرس فوق راسنا من فوق، الطالب اللي جاي يخرب يحاكم قضائيا ويشطب من التعليم. ده مش جاي يتعلم يا بيه، ده جاي يعطل اللي جاي يتعلم. فاذا الحمد لله رب العالمين السؤال بتاع حضرتك وصلت اجابته عندهم، هم بيعينوها وبيقولوا لاهلهم اولا باول. تمام. شكرا يا فندم. اظن انت